السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خاوتي، أنا الشيخ الروحاني الحسن بن عباس من الجزائر. بدأت في الروحانيات قبل 25 سنة، والحمد لله وصلت لدرجة الحاكم من الروحانيات. المهم خوتي خاوتي، اليوم نتكلموا عن موضوع تنزيل الأموال. تنزيل الأموال واش هي أسراره وخفاياه. تنزيل الأموال خاوتي هو من الأمور المعقدة التي تدخلت في عالم الروحانيات من الزمن القديم. بزاف ناقوا في القصص القديمة والجديدة، وبزاف هدرت عنا حكايات وقصص تتناول كيما هذه الأفكار. مثلا نجيبو جن ونطلبو منه تنزيل الأموال، أو عن طريق فانوس سحري قديم نفركو الفانوس باش يخرج المارد من الفانوس، ونطلبو منه الأموال ويجيب لنا الأموال، وكيما هذه القصص. ذلك خاوتي السؤال المطروح في مثل هذا الموقف: هل هو تنزيل الأموال أمر حقيقي أم وهمي؟ بزاف يسقسوني عن هذا الموضوع، وهل يمكن لأي شخص يدير تنزيل الأموال، أو أن هذا الشيء خاص بشيخ روحاني متمكن واصل لدرجة عالية من الروحانيات؟ واش هي الطرق التي من خلالها نقدر نديرو تنزيل الأموال؟ خوتي خاوتي، كل هذه الأسئلة وأكثر اليوم نجاوب عنها في هذا المقال. خليك معايا باش نفهم واش هو تنزيل الأموال، واش هو مفهوم تنزيل الأموال. بسم الله. خاوتي نعم نعرفو، كما نعرفو احنا المفهوم والمعنى المقرب لتنزيل الأموال هو أن واحد السيد يكون روحاني متمكن، واصل إلى درجة روحانية بزاف قوية وعالية بزاف، يطلب استنزال الأموال من الجن طبعا. وهذا الأمر ما يكونش لأي شخص، لكن خاوتي هذا فقط الشيخ روحاني واصل درجة عالية من الروحانيات. نعم خاوتي، وأهلته باش يقدر يستطيع القيام بتنزيل الأموال ويدير هذا العمل، أو حتى استخراج الكنوز من باطن الأرض، وغيرها من الأمور التي ما يستوعبهاش العقل، ولكنها موجودة بالفعل، ولكن عند الأقلية من الروحانيين. خوتي بزاف ما نسمعوا عن قصص في موضوع تنزيل الأموال وموضوع الروحانيات، اللي من بينها واحد السيد عثر على كنز عن طريق قراءة بعض التعزيمات والتبخير ويدير بعض الروحانيات، وكاين من أصبح صاحب تجارة كبيرة وأموال كثيرة، وكاين أصحاب أرادوا أنهم يديروا تنزيل الأموال، وخاوتي تم النصب عليهم. وخاوتي نعم تم النصب عليهم، وهذا يخلينا نطرح سؤال الكل يسقسيه ليا بزاف، وهو: هل قضية تنزيل الأموال حقيقية أم وهم؟ نعم خاوتي، والحمد لله أنا شيخ متمكن، وإذا أردت أي شيء خاوتي كلموني عبر الواتساب للتفاصيل أكثر. السلام عليكم خوتي خاوتي.